منتخب مصر ومنتخب جنوب افريقيا. مصر كسبت 1-0 من ماتش من اروع ما يكون مصر تعمله. بقالنا سنين ما شفناش مصر كده، ما شفناش روح ولا رجاله بتلعب في قلب الملعب بالشكل ده. اللي احنا شفناه النهارده اثبت ان احنا عندنا لعيبه جامده جدا جدا، عندهم روح عاليه جدا جدا، عندنا مدرب قوي جدا. اي حد كان بيشكك في حسام، انا عايز اقول لك دلوقتي انت غلطان، انت راجل دماغك مش تمام. حسام حسن اثبت ان هو مدرب قوي جدا، بيلعب بفكر عالي، راجل بيلعب كوره صح، عارف قيمه كل فريق بيلعب قدامه صح. النهارده شفنا رجاله في مصر ما شفناهاش بقالنا سنين كتير. دي حاجه. الحاجه الثانيه، عندنا حاجتين هنتكلم عليهم. محمد هاني، يا محمد هاني الله يسامحك على اللي انت عملته فينا يعني بس اللي انت عملته صراحه يعني حلو ووحش. وحش ان انت علشان كوره في اوت تروح تاخد فيها انذار تاني وطرد، دي صراحه حاجه تحرق الدم. حلو بقى في ايه؟ في ان هو اثبت لنا ان احنا عندنا لعيبه رجاله بيلعبوا شوط تاني كامل قدام فريق قوي جدا ويلعبوا بالمنظر ده، شيء كان خيالي. ده واحد. اتنين، الشناوي. ايه يا معلم يا معلم انت كده حيرتنا، احنا مش فاهمينك. يعني في ماتش زيمبابوي انت شناوي كنت من اسوأ ما يكون، وقلنا يا عم غيروه. النهارده شناوي بيلعب ماتش حياته، ماتش للتاريخ. شناوي النهارده مفيش نص غلطه، مفيش هفوه. شناوي النهارده كل حاجه مظبوطه، التوقيت مظبوط، الرفعه فوق تحت، مفيش حاجه فيه. شناوي النهارده فرد ايده. الشناوي ما كانش بيفرد، كان يعني حالف ان هو ايده ما تتفردش، فردها النهارده الشناوي، ودي كانت حاجه غريبه وصد بيها جون. الشناوي النهارده بطل وراجل. النهارده منتخب مصر كله رجاله، كلهم ابطال، لعبوا ماتش من اقوى ما يكون، من احسن ما يكون. ريحونا بعد 45 دقيقه حرق الدم من طرد محمد هاني، ولكن طرده ده كان خير، اثبت لنا ان احنا عندنا رجاله وعندنا فريق بيحب مصر قوي، بيلعب عشان اسم مصر جدا، رجاله قوي، حافظوا على كل حاجه في الماتش، حافظوا على مركز مصر، حافظوا على مستوى مصر، ولعبوا ماتش من اروع ما يكون. بقالنا من 2008 و10 ما شفناش فريقنا بالقوه دي. برافو منتخب مصر، برافو 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 حسام، ويا رب دايما احنا كده باذن الله في كل اللي جاي.